اهلا اهلا، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ جيت لكم في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. الفيديو ده يا بنات تحفه 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 جدا. يعني عايزه اقول لكم كده في شويه حلويات انا بحبها، وطبعا انا عارفه ان متابعيني بيحبوا الحاجات اللي انا بحبها. قبل ما نبدأ الفيديو كده يا بنات، عايزة اشكركم جدا جدا على الكومنتات في الفيديوهات اللي فاتت. عايزة اقول لكم كمية حب، يعني اللهم بارك، يعني معقول كل دول بيتحبوا؟ بصوا، في بنوتة حلوة سألتني ايه اللانسز اللي انتي بتستخدميها، فانا بستخدم دهب. عايزة اقولك حلوة جدا جدا، لا بتعمل احمرار ولا بتعمل هرش، بتحسسك ان هي حاجة في العين خفيفة جدا. هي كده بيكون شكل العلبة من جوه، بيكونوا كده علبتين ازاز، وبتكون الحافظة بتاعت اللانسز يعني. فانتي لما تستخدميها وتفتحيها انقليها في العلبة التانية، واستخدمي المحلول اللي يريحك. طبعا انا بستخدم محلول بس مش فاكرة اسمه دلوقتي، فلو عايزاني احط لك اسم المحلول قولي لي تحت في الكومنتات. بس يا بنات هي دي اللانسز اللي انا بستخدمها، وعايزه اقول لكم هتلاقوها في محل اخر فرصه اللي في جمال عبد الناصر. بس تحفه 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 جدا. في طبعا منكم بيسالني فين جمال عبد الناصر، فين جمال عبد الناصر؟ هتلاقوه في النزهه الجديده. بس عايزه اقول لكم المحل بيبقى فيه كل حاجه، يعني انت بتخشي كده بتاخدي منه كل حاجه لو انت عروسه او انت بنوته. هي دي شكلها. نخش بقى على الحلويات اللي في الفيديو. استنوا، هي فين الحلويات؟ اتاخرت ليه؟ ما جاتش ليه؟ اول حاجه كده يا بنات معايا البادي ميست ده. عايزه اقول لكم حلو جدا. بادي ميست يا بنات، انا عارفه ان انا بتلخبط. ده يا بنات جليتر، كنت مشترياه من 4 شهور. تمام. بس ريحته بجد وهم. كل ما بيقعد ريحته بتبقى وهم. معرفش هو غلط ان انا اخلي الحاجه تقعد وما استخدمهاش ولا ايه، بس الصلاحيه بتاعته يعني لسه. هجربه لكم على ايدي. بيعمل لمعه كده خفيفه جدا، بتفضل ثابته على الجسم وبيفضل ريحته ثابته. بجد حلو 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 حلو. شفتوا قد ايه؟ حلو جدا. طبعا منكم هيسألني ايه النجوم اللي في ايدك دي؟ النجوم دي انا عملتها بالطابع بتاع الايلاينر اللي طالع جديد ده. بيبقى فيه كده طبعة بنجوم كده او بشكل تاني، عشان لو حبيتي يعني تطبعيها على اي حتة فهو سهل علينا كده يعني. قال ايه، احنا هنعمل نجوم في عيننا. بصوا بقى، عايزه اوريكم اللمعه، بس هي مش باينه قوي في الفيديو. بس بجد تحفه 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 جدا. وحاولت اقرب لكم على قد ما اقدر يا بنات. يا رب بقى الاضاءه تبقى كويسه والصوت يبقى كويس، لان انا عدلت من الحاجات دي كتير قوي. بصوا، هو ده كمان انا جايبه كده 2 جليتر بس حلوين جدا. بس البيبي بلو ده ريحته بجد وهم، يعني ريحته غير البينك خالص. يعني اركنوا ده على جنب وده على جنب تاني. عايزه اقول لكم بصوا، بيدي لمعه حلوه جدا جدا. الازازه دي 250 ملي، وبتلاقوا برضو بادي ميست 200 و 236 ملي على حسب. بس هي بتقعد فتره، يعني الازازه دي بتقعد فتره. يعني لو انت عروسه هاتي 2 او 3 بالكتير، يعني تقعد معاكي سنه وحاجه. فحلوين جدا. شايفين الحلويات بجد بتسيب جليتر كده ولمعه خفيفه جدا. ما بالك بقى اللمعه دي بتبقى على الجسم، بتبقى مثلا بتحطيها على اي حاجه. مش عارفه اقول حاجه دلوقتي، بس بتحطي على اي حاجه. بصوا بقى البودي ميست ده بيحسسني كده ان انا قاعده في جوز هند. لو انتي بقى من الناس اللي بتحب الروايح دي حطيها. يعني انا عندي واحده صاحبتي بتقول لي ريحته بسبوسه قوي، بس عايزه اقول لكم ريحته بجد وهم. بحب ريحته قوي قوي قوي. لو انا مش بحب مثلا ان انا احط الريحه حاجه فيا وبتفضل ثابته، فانا ممكن احطها مثلا استخدمها على السرير، استخدمها على اي حاجه. فعايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا. مش فاكرة اسعار يا بنات، بس ممكن تقريبا اللي بالجوز هند ده يبقى ب90 جنيه او ب100 جنيه، والجليتر يبقى ب120 او ب150 جنيه. شفتوا ازاي انا حلوة بعرف يعني. خليني كده 250 مللي، يعني بوضح لكم ان انا مهتمة بموضوع الملي والحاجات دي، بس انا ما بهتمش بالموضوع ده، بس ايه، بحاول اوضح لكم. خشوا بقى على حلويات قلبي ده. عايزه اقول لكم ده سكره بجد يا بنات، ريحته وهم. يعني انا كده بفتح الكرتونه اللي هو فيها بالظبط عشان اعرف ريحته. يعني ريحته بجد بتوحشني، وريحته حلوه جدا جدا جدا. هو برضو 250، وسعره هيكون ما بين ال 220 او 190، ما بين كده يعني.
انا بديكم ليه اسعار اكتر، بحيث لو انتوا لقيتوها بسعر اكتر ما تقولوش ان انا اشتريت الحاجات بسعر رخيص او كده، او ممكن اكون مشتريها من بدري، من قبل ما الحاجات تغلى، من قبل ما الدولار يرفع كده يعني. بس عايزه اقول لكم انا فرحانه بنفسي قوي، انا جمعت كميه كبيره في وقت طويل، وغير كده ايه يعني ما استنيتش الحاجات تغلى، كان قلبي حاسس ان الحاجات هتغلى. قولوا لي بقى يا بنات تحت في الكومنتات، الفيديو الجاي هيفيدكم لو عملت الفيديو جمعت فيه الطفايات والشموع والاكسسوارات؟ يعني هل الفيديو ده هيفيدكم ولا لا؟ بصوا بقى سر الاميره ده، سحر الاميره قال، سر الاميره ده يا بنات، لو انتي من الناس اللي زي ايمان كده بتحبي الاعواد، بجد العود بيبقى في حتة تانية خالص. يعني العود بحب احطه مثلا يوم الجمعة كده، فبيبقى بجد ريحته حلوة خالص. فسر الاميره ده تحفه 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 تحفه. عايزه اقول لكم ريحته تحفه. هتقولي لي انتي ليه قافلاه بشريط لزق؟ هقول لكم عشان الغطا ما يضيعش مني ويتوه مني في في الكراتين وكده. انا حاسه ان انا رديت قوي، بقيت بعرف ارد كده، فاهمين قصدي؟ ده بقى حلو جدا، ده بقى يضموه تبع العود بجد يا بنات، ريحته حلوه. طبعا انت هتقولوا لي انتي قلتي على الكل حلو، ايوه يا بنات عشان ما بجيبش حاجه وحشه اصلا. بصوا ريحته حلوه، وبرضو ايه بطمنكم ان الجليتر موجود عشان تعرفوا بس ان انا بتعب من اجلكم. عايزه اقول لكم حلوين قوي، شكلهم حلو حلو قوي قوي. بفكر ان انا اجيب السراحه اللي هي كلها دراج دي، علشان خاطر احط الحاجه بتاعتي، لان انا حاجتي كتير زي ما انتوا عارفين. فبفكر ان انا اجيب حاجه كده بدراج كتيره واحطها فيها بدل ما تفضل في الكراتين يعني وكده. ملكة الصحراء دي مقاربة لسر الأميرة، بس أتقل حبتين تلاتة أربعة، أتقل يعني، تقيلة تقيلة قوي قوي. يعني لو انتي مثلا عايزة حاجة تقيلة فهتحطيها. طبعا أنا قافلاها بلزق، لأني زي ما قلت لكم بخاف على الغطا ان هو يتوه مني، لان انا بحب كل حاجه منسقه، يعني بحب كل حاجه عليها حاجتها. مش بحب مثلا ان الغطا ده يضيع فاحط غطا ده، لا، هتلاقوني ان انا محافظه عليهم جدا، محافظه على الغطيان جدا جدا جدا. بصوا بقى اللي جاي ده حلويات تاني خالص. انا عندي منه البرفيوم بتاعته، وعندي منه البادي ميست دي، وعندي كمان المزيل بتاعته. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. بتحسسك كده ان انتي قاعده، عارفين كده الشاور بتاع الاطفال؟ اه والله هي دي مقربة ليه. شفتوا ازاي بقى بعرف اميز ازاي؟ عايزه اقول لكم حلوه جدا، يعني هي ملهاش علاقه بالاعواد او الروائح اللي معانا زي جوز هند او اي حاجه، فلا يعني هي دي حلوه قوي. اشتروا كل ده يا بنات. وعلى فكره هتلاقوا سعرهم دلوقتي، في ناس بتعمل عروض، بشوف جروبات بتعمل عروض على الكل. بشوف برضو جروبات بتعمل باكج كده، اللي هو 6 أو 4 أو 5، فبتعملها عرض. يعني مثلا عروسة بتعمله مثلا ب600 جنيه أو ب700 جنيه، فبيبقى موفر معاكم، فاشتروه. قولوا لي بقى يا بنات ايه رأيكم في الفيديو اللي بقولكم عليه ده، ان انا اجمع الشموع والطفايات فقط واعمل بيها فيديو. لان في ناس قوي انتقدتني على الفيديو الشورتس اللي انا نزلت فيه الشموع، وقلت ان سعر الشمعة كان 30 جنيه، وهو دلوقتي سعر الشمعة وصل 120 جنيه في ايكيا، تمام؟ فقولوا لي تحت في الكومنتات الفيديو هيبقى مفيد ليكم ولا لا. بس بقى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الفيديو، ما تنسوش تقولوا لي عايزين الفيديو بتاع الشموع ولا لا. يلا باي.